لن تذهب الكرة الذهبية لعام 2025 إلى عثمان ديمبلي أو لامين يامال أو فيتينيا. لقد انتشرت الأخبار للتو وتهدد بقلب عالم كرة القدم رأسا على عقب. بينما كنا نتوقع صراعا بين هداف الموسم وأفضل صانعي الأهداف، بدأ اسم غير متوقع تماما يهيمن على النقاش. لكن قبل أن نكمل، شاركونا في التعليقات. من برأيكم يستحق الكرة الذهبية هذا العام فعلا؟ نعم، خلال الساعات القليلة الماضية أفادت عدة وسائل إعلام مرموقة بأن أشرف حكيمي قد يكون المفاجأة الحقيقية في نسخة هذا العام. بعد موسم تاريخي مع باريس سان جيرمان سجل فيه في نهائي دوري أبطال أوروبا، وقاد منتخب بلاده كقائد، وتألق في كأس العالم للأندية، بدأ حكيمي يحظى باحترام واسع في عالم كرة القدم. حتى المحللون ولاعبو كرة القدم السابقون قالوا إنه يجسد تطور كرة القدم الحديثة، وأن من المنطقي أن يتم تكريمه أخيرا. وإذا تأكد ذلك فسيكون زلزالا حقيقيا. فلم يفز أي ظهير بالكرة الذهبية منذ فابيو كانافارو في عام 2006، ورؤية لاعب إفريقي يكسر هذا الحاجز ستكون إنجازا تاريخيا. المؤكد أن السباق لم ينتهي بعد، وقد تكون الكرة الذهبية لعام 2025 من أكثر النسخ غير المتوقعة في التاريخ. ما رأيكم في هذا الخبر؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.